ادت شكوى نادي الزمالك. اجوجو لعيب فاكرينه طبعا، لعيب غانا، لعب في نادي الزمالك سنه وبعدين مشي لوحده من غير ما حد يقول له حاجه خالص. راجل فسخ عقده من نفسه ومشي. نادي الزمالك رفع عليه قضيه وحتى الان لم تحل هذه القضيه. هو يعني قدم شكوى لما لقى نادي الزمالك عمل شكوى، فجدد الشكوى جديده اخرى لنادي الزمالك وانه ذهب او مشي لان نادي الزمالك تاخر في دفع راتبه، وبالتالي هو فسخ عقده بطرف واحد. نادي الزمالك كان عامل شكوى ان هو مشي وبدون اي وجه حق، وان هو ملوش ملوش حق ان هو يلغي عقده لان المبالغ ما كانتش عدى عليها 3 شهور تقريبا. فبالتالي نادي الزمالك مقدم هذه الشكوى. هو اجوجو غير المحامي بتاعه، ودي حاجه ممكن تدل على ان يعني هو ما كانش مش حاسس ان في تقدم في الشكوى بالنسبه له، فغير المحامي بتاعه. والايام القادمه هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله ما بين نادي الزمالك وبين اجوجو. نادي الزمالك عنده مشاكل في المواضيع دي كتيره، كذا لعيب يمكن اخرهم كان طبعا حسين ياسر برضه فسخ عقده من طرف واحد، ونادي الزمالك رفع قضيه وبيحطه في القائمه عشان يثبت حقه، ولكن الكلام ده بياخد وقت كتير. خلينا